أبو بشير قال وقتها الويل زادت غبره وجارنا قسوته، والموت ما ذيش لها إلا شبال النمره واظهر لنا صدوته. في موت صالح علي وجعه واكبر خساره، حبل الربع خسرته. كتب كلماتها الشاعر أبو بشير محمد بشير ناجي الربوعي تعزية ورثاء بعد رحيل فقيد الوطن الشيخ صالح علي سعد محمد عايض المار رحمة الله تغشاه وأسكنه فسيح جناته، من أهالي تنن عبيدها الحدا. أداء الشاعر أبو تركي التنني. مع تحيات سول استوديو طه المرادي. وبدع بدي مكتوب الكون وكاين ما درى له قوى قوته، خلق وكون بحكمات قدرته واقتدارك في جميع أمته. فنحمده ما لما بهرقه ولم لما ثرى والرعد من نواته، وما دكم راعده وانزل مزون المطره واسقى البلد من باته. صلاة تغشى الناذر مولى الصفا والطهاره طه شفيع امته. أبو بشير قال وقت الويل زادت غباره وجارنا قسوته، وذن جاد فيه سوى الحسرة وذوق المرارة وتزيدنا وجعاته. والموت ما ذيش إلا شبال النمارة واظهر لنا صدوته. في موت صالح علي وجعه واكبر خساره، حبل الربع خسرته. سفر من أرض الوطن للمملكة لذدخاره وتهوق وتسرته، وفي الحدود التقت عابه وشدت حصاره واثنين من رفقاته. جهل الألم والعطش وتعب تاره بتاره بالعافية خاباته. وزدتها أن الحياة ليله ولا في نهاره فشل كلا علاته. احنا خسرنا صحاب رجال وفي عياره وابوه يا حسرته. خسروا كل قربه واولاده اكبر خساره والوالده واخواته. صالح علينا وشرحناه من مواقف مساره ما تحتصر قيمته. يمكن قليل نوصفه بين اخوته والعساره المعرفة شماته، ولا نوى يصنع الواجب يأشر إشارة وجاوبت أخواته. وأبوه علي ذي مع أصحابه وربعه وجاره كما حلا سمعته. والابن كالأب يا محلى حصاد الثماره طبعه يزن رفعاته. الجد من حاله يسلوبه وحكمة وقاره يبان من نشواته. وبالكرام طول عمره ما يحب الشهرة يداح على سفرته. ولا حضر موقفه صافه من دون ثره والنايب اخواته. وفي وصادق مع اصحابه يناقش حواره
وهكذا سيرته، لكن ما له سوى ما الله رضي واستخاره، يغنيه غنى توبته ويجعل الخلد مواته، ويحله وداره ويغمره رحمته. هذا ويا سامع أقوال تحرك اختياره، تجمع وتثبته. من يكتسب صاحبه والعرف وفر ضماره، ويغتنم صحبته. خسايره صاحبي في ربح ولا خساره، أكيد ما فلته. ومن خسر للصاحب لو كان مخه تجاره، ما تنفع ثروته. يعيش عيشه كأنه في خلاوي قفاره، ولا هنا عيشته. ما يكسب المال إلا بعد كثر اصطباره، والمال قيمته. من سار وافي ومتواضع ينال الصدارة، ويكتسب هيبته. والكبر يدعو لنا يتفرقه وابتكاره، الكبر يا خيبته. وختمها بالنبي رمز التقى والطهارة، كل أمة حبته. من يذكره بالصلاة أحلى وأغلى عبارة، تشفيه من وجعاته.